خلينا 4 أشخاص يختاروا أكتر 6 مسلسلات بيحبوهم اتعرضوا على مدار سنين رمضان اللي فاتت. قعدنا معاهم وخليناهم يقيموا المسلسلات دي علشان يختاروا المسلسل الأقرب لقلبهم في الآخر، وكمان يدافعوا عنه عشان يكسب يبقى هو المسلسل الأفضل فيهم كلهم. سوق العصر. سوق العصر مسلسل مهم وملحمي، ابطال كتير ونجوم كتير محبوبين. تفتكر الناس فاكراه فعلا ولا ده اختيارك انت؟ لا، ده اختيار انا. الاختيار الابعد زمنيا والاغرب فنيا. انت عارف ان سوق العصر ده 40 حلقه؟ يعني ده من القلائل اللي يعني هم عملوه في 40، يعني عملوا 40 حلقه. انا مش فاهم القرار ده اخدوه ازاي. المخرج هاني اسماعيل والمؤلف محمد جلال عبد القوي. هو ده اختياري انا للامانه. كلمنا عنه شويه. طب ليه اخترته؟ اخترته عشان بحبه، اخترته عشان خاطر مسلسل ملحمي في كميه نجوم وكميه تفاصيل وزمن وعبارات رنانه وتمثيل قد يكون مبالغ فيه، يعني بزماننا ده دلوقتي، بس او بتقييمات دلوقتي بس لا، هو كان لا، هو وقتها كان يعني احمد عبد العزيز كان متألق، وكان هو الملك بتاع الفتره ديت بحقه حقيقي. لو قلنا القاب، محمود ياسين كان رهيب، وده احسن ادواره في رايي. يعني الدور دراميا يعني دراميا، يعني الدور بتاع حلمي عسكر ده دور شرير. احنا ما اعتدناش ان محمود عبد العزيز اصلا يطلع في دور شرير، و يعني ما عملهاش كتير على ما اتذكر يعني. فالدور ده كان اكستريم بالنسبه له. وهو بلبقته وبطريقته وباتيتيوده هو قدر ان هو يعمله، يعني حاجه زي صلاح السعداني كده. يعني انت يعني انت متقبله في اي حاجه. نجوم كتير بقى، يعني احمد السيد عبد الغني كان بداياته، سيد العايق، كمال ابو ريا اللي الناس بتعرف قيمته دلوقتي وبتشوف قد ايه هو ممثل يعني كبير ويستحق ان هو ياخد فرصه اكتر، تمام، ويظهر اكتر لان هو موهبه جباره. الدور بتاع سيد العايق ده كان دور مهم جدا ليه، تفاصيل كتير قوي يعني عملها في سيد المزيكاتي اللي اتسجن علشان خاطر اتاخدت منه مراته. يعني لا تفاصيل كتير قوي في سوق العصر. هو ما نجحش النجاح الكبير دوت، او ممكن مش ناس كتير تعرفه دلوقتي، بس اللي يعرفوه بيقدروه. وانا حبيت ان انا احطه في مكانه، يعني بما ان هو مكانه في قلبي وانا ضيعت عمري عليه. يعني تخيل ان انا المسلسل ده، انا يمكن بنسى تفاصيل، بس انا المسلسل ده يعني في وانا بكبر كده واحده واحده هو 40 حلقه. فتخيل ال 40 حلقه الافريج بتاعتها 40 دقيقه، وانا اتفرجت عليه 6 7 8 مرات. فانا عمري ضاع قد ايه في حاجه زي كده، الا لو كانت هي فعلا مؤثره، كانت بتجيبك كده. وهل سوق العصر قابل لاعاده المشاهده؟ بجد. يعني على فكره بكتشف ان في مسلسلات كتير قوي بالتيمه ديت او هي قابله لاعاده المشاهده، بدليل ان انت بتشوف دلوقتي يعني حاجات كتير وبتتعاد. يعني حاجات نور الشريف، حاجات يحيى الفخراني بيتعاد وقابل لاعاده المشاهده. بس سوق العصر يمكن مش ناس كتير تعرفه، بس هو قابل جدا لاعاده المشاهده. مش للمشاهده، قابل جدا لاعاده المشاهده. ورأيي عشان بس ارجع للسؤال، الناس فاكراه ولا اختياري انا؟ لا، هي مش فاكرينه قوي. انا حبيت اقول ده وده كان اختياري. طيب ندي للبند ده كام من 10؟ نجح مع الجمهور. ممكن اديله 8. تمام. يعني انا مش هقدر اظلمه، لان بقول لك اللي فاكرينه عارفين قيمه قيمه سوق العصر. نخش في اللي بعد. اوكي. مسلسل كامل العدد متاخد من تيمة اتعملت في عالم عيال زمان. لما عرفت ده ترقبت المسلسل ولا ايه؟ وازاي شايفهم نجحوا ان هم يخرجوا من المقارنة دي؟ يعني حتى لو قارنوا
يعني عالم عيال كان فيلم جميل وبرضه يعني بيتشاف كتير وكل ما بيتعرض بنبقى مبسوطين بيه. كامل العدد هو يعني علّ عليه. كامل العدد يعني مسلسل متكامل بالنسبه لي في الحنيه وفي الجمال وفي اللطافه وفي بس احنا بنتكلم على كامل العدد باجزائه ولا هنتكلم على الجزء الاول؟ بص مني انا مختار كامل العدد واحد. تمام لان ده كان البدايه اللي علقتني بيه اكتر حاجه. كامل العدد واحد كان مسلسل متكامل. الجزء الثاني نجح والجزء الثالث نجح بس يمكن مش بنفس المقدار. نفس الحب نفس يعني نفس التعلق من الناس بس في الاخر يعني شويه كلام اتقال او يعني في الاخر ما سلمش بقى من النقد كعاده الاجزاء عموما يعني. مظبوط. اوكي بس في الاخر مكانته موجوده. مسلسل جيد الصنع لدرجه كبيره جدا. خالد الحلفاوي مخرج المسلسل ورنا ابو الريش ويسرا طاهر مؤلفتين كانوا رهاب. اداء دينا الشربيني يعني يعني دينا ما احتاجتش كتير عشان خاطر تمثل في ليلى تيمور لان هي يعني تحسها دينا هي ليلى. نفس الطبيعيه نفس التلقائيه نفس مفيش اي مجهود من دينا غير الحضور والكاريزما والقبول اللي عندها الرباني دوت. ف الكاست شريف سلامه كان هايل. كل الاولاد والسيطره عليهم اصلا من خالد الحلفاوي دي كانت قصه وحاجه دي قدره على الاحتواء رهيبه. اصلا انت تعرف تسيطر على كاست زي دوت. الناس الكبيره احمد كمال ألفت امام سعد يونس تميم عبده حتى لما دخلت ميمي جمال في الجزء الثاني كانت اضافه رهيبه. لا يعني كامل العدد كجوده بالنسبه لي تقييمه عالي بالنسبه لي. تقييمه عالي جدا. يعني احنا هنتكلم في كام؟ كامل العدد واحد اللي هو اللي انا اخترته هديله 10. تمام اختيار قوي. مش بقول لك كلهم اولادي. اتكلمنا عن التمثيل في موجة حر. مين اكتر حد حبيته وتعاطفت معاه؟ بص التمثيل في موجة حر ده كان قصه وحكايه وروايه لوحدها. يعني انا ما اعتقدش ان في مسلسل يعني جمع كل هذا القدر من النجوم وكل يعني بالاداءات دي وبالاتقان ده زي موجة حر. حتى دورة كانت كويسه يعني هو مع هشام سليم كان كويس. هشام خالد سليم كان هايل. اياد نصار بتناقضاته. بس خلينا نتكلم شويه عن معالي زايد. معالي زايد في المسلسل ده بالنسبه لك كما لم تمثل من قبل. يعني معالي زايد نجمه كبيره طبعا وليها حضور مميز بس دور مسيد اللي قدمته لا كان مش طبيعي. رياكشنات تفاصيل تحكمات تحولات يعني من قوه للضعف وفي الاخر ولادها لما بتشوف اللي بيحصل. علاقه حبها للابن الكبير يعني وعلاقتها مع اياد نصار سيد العجاتي. الغيره اللي حاصله ما بين ممدوح وسيد. على فكره سيد هو الكبير. يعني سيد هو الكبير وممدوح كان الوسطاني. مظبوط. ونبيل كان الاصغر. تفاصيل كتير قوي. وخلي بالك يعني التناقضات اللي في شخصيه سيد هي طالعه من هنا. طالعه من احساس الغيره اللي عنده. تمام. واحساس الغيره دوت بقى كبر معاه. تمام. ان هو مش قادر. هو مش لاقي الحب اللي هو محتاجه. فكبر معاه فابتدى يدور عليه بطريقه او باخرى. فبان ده في علاقته مع مراته اللي هي رانيا يوسف اللي كانت رائعه. يعني دور هايل فعلا.
الفتره دي عند رانيا يوسف كانت رائعه. افضل فترات يعني فتره اهل كايرو تمثيليه، يعني فتره اهل كايرو وفتره موجة حاره كانت جميله جدا. وبالنسبه لمعالي زكي كان تقريبا مسك الختام لان ده اخر دور كان اخر حاجه ليها تقريبا. مظبوط. لا يعني بالنسبه لي معالي زايد يعني هي ايقونه موجة حاره. وسيد رجب، حماده غزلان ده قصه ثانيه، وامه خضرة الشناويه اللي قدمت دورها كان عايده عبد العزيز. مظبوط. الفكره ان المسلسل ده كان فيه تناقض، او فيه كان يعني علاقات الاشخاص بامهاتهم. الموضوع كان يعني في تفاصيل كتير قوي، يعني علاقه حماده غزلان بامه خضرة وازاي يعني هو كان مرتبط بيها، وعلاقه سيد بامه. مظبوط. لا يعني تفاصيل كتيره، جوده يعني تقديم الشخصيات والحكايه في موجة حاره ما كانش طبيعي. انت يعني انا بقى حسيت ان انت مش عارف تتكلم على جوده الاخراج ولا جوده النص ولا جوده التمثيل ولا كل ده معناه ان بتتكلم عن عمل متكامل وظروفه صعبه جدا زي ما قلنا. صح. وتفاصيله صعبه جدا، بس يعني ان هو يخرج بالشكل ده دليل ان اللي كانوا بيقدموه والقائمين عليه وقتها يعني كانوا حابين الحاله والفكره بشكل رهيب، فطلعوا لنا الايكونيك المنتج النهائي. طيب لو بنتكلم في موجة حارة عن جودة العمل تقول لنا ايه؟ عايز تقييم؟ محتاجين تقييم. 10 من 10. اوكي. انا عارف ان انا بودي نفسي في حته مش كويسه، بس يعني هنعرف في الاخر. الكلام معاك بيخلص بسرعه. الدالي اوكي، بالرغم من صعوبة الفترة الزمنية والديكور والأجواء بتاعة المسلسل، لأنهم نجحوا يخلوا المسلسل مشدود في كل الحلقات والناس تبقى مستنية النهاية. شايف ده ازاي؟ شايف ان ده اللي حصل. شايف ان ده القدرة، تمام، اللي هي اللي مش سهلة ومحتاجة وجرأة رهيبة جدا من نور الشريف وصناع العمل، كان المخرج يوسف شرف الدين ومؤلف وليد يوسف، اللي هو كان اول حاجة ليه برضو كان فاجئنا ان هو يطلع حاجة بالجودة ديت وتفضل مشدود وتفضل مركز معاها وتفضل يعني انت شويه لما شفت المسلسل وشفت الوجوه الجديده وابنه مات في اول حلقه وعايز تعرف مين اللي كاره دنيته وبيشتهي موته طول المسلسل، انت مسحول انت يعني شايف نجوم كتير وشايف وجوه جديده كتير انت والناس اول مره تشوفها، تمام، انت مش فاهم التركيبه دي واللي بيحصل ده ماشي ازاي، تمام، وانت متاخد بقى يعني. الجزء الاول تحديدا من الدالي كان صعقه على الناس. قصة نور الشريف، التفاصيل الغريبه اللي كان عاملها، جرأة غريبه، ثقه مش طبيعيه. هو راجل يعني انا مش فاهم هو كان بيفكر في ايه، تمام، يعني بيراهن على تاريخه مثلا، مش عارف يعني لا يعني الدالي الجزء الاولاني كان مسلسل جيد الصنع بدرجه كبيره. والدالي كمان في تاريخ نور الشريف كان جاي بعد حضرة المتهم ابي على طول، وحضرة المتهم ابي كان واخد نجاح ساحق جماهيريا. بقول لك ده تغيير جلد بقى يعني. هو انت من اب مكسور يعني بقى حاله وقلبه وكل ومش عارف يعمل ايه لعياله، تمام، للدالي انا سعد الدالي انت مين تحصل التحول ده؟ فلا يعني نور الشريف يعني الله يرحمه، هو مؤسسة ومدرسة، حاجة كبيرة قوي نفضل نتكلم عليها ساعات يعني. اوكي، قيم لنا بقى. قيم جودة العمل، يا نهار ابيض، 9. الدالي 9. اللي بعده
كامل العدد. واحد، ليه كامل العدد وليه اخترته؟ وشايف نجاح المسلسل ده ازاي؟ ليه كامل العدد؟ انا اخترته عشان خاطر بحبه جدا جدا. لمسني جدا، شدني. ده مسلسل كنت لما اتعرض في رمضان وقتها سرق قلوبنا. وبقيت بقى ماشي بقول يا جماعه لازم تشوفوا كامل العدد. يعني الحاله اللي عاملها كامل العدد مش طبيعيه. اصلا الناس ما كانتش مستوعبه، يعني الناس ما كانتش متخيله ان المسلسل ده هينجح كده، وابتدوا ياخدوا بالهم متاخر. صح. يعني انا ما اعتقدش ان هو شد كل الناس من الاول. هو شد الناس من بعد ما اتعرض كذا حلقه منه. لا يعني اخترته عشان خاطر بحبه جدا جدا جدا، وخطف قلبي زي ما بيقول. اقيم بقى نجاحه. لا، ما كامل العدد الجزء الاولاني كسر الدنيا وما كانش عليه اي نقد خالص، فهياخد 10. تمام. واضح ان انت متحيز لكامل العدد. بحبه يعني ما مش عارف اقول لك ايه بصراحه. موقف صعب. جنبك. كل دوت كتير قوي. جنبك على طول، الصف اللي جنبك على طول واللي فوقيها. سوق العصر مسلسل من التسعينات. كواليتي الصوره مش قد كده، امكانيات بسيطه، مع ذلك سيناريو وحوار ملحمي من الكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي. ايه رايك في حوار المسلسل تحديدا؟ من اقوى الجمل الحواريه اللي كانت بتتكتب او اتكتبت هي سوق العصر. شويه مونولوجات، شويه تفاصيل ما بين منصور واخواته والعيله عامه، عيله عثمان المغازي، وحوار كان من امتع واجمل ما يمكن. قضيه كبيره. محمد جلال عبد القوي يعني بجد هو كاتب، يعني احنا ممكن نختلف او نتفق عليه، بس هو من المدرسه بتاعه المباشره. تمام. الفكره الفلسفيه الموعظيه اللي هتقول حاجه. رمزيات. تمام. يعني الزمن الطيب جاي، يعني دي كانت جمله شهيره جدا في سوق العصر. كان بيقولها منصور. يمكن ما كانش بجوده كبيره، ما كان يعني هاني اسماعيل المخرج. انا افتكر ان انا حسيت ان المسلسل ده كان بيصور بكاميرا واحده طول الوقت. يعني هو ده كان تكنيك التصوير وقتها، الكاميرا ثابته ما اعرفش ايه اللي بيحصل، بس تحس كده ان وده ادى حيويه. يعني انا مش عارف ان هم كانوا قاصدين ولا ده فقر انتاجي ولا ايه اللي كان بيحصل، بس انت كنت بتحس ان الكاميرا ماشيه مع الممثل. يعني في نوع من انواع التفاعل كده بينك وبين الكاميرا، نقلات. لا يعني سوق العصر جميل. ما كانش يمكن افضل انتاج ممكن عشان عصره وي والكلام ده كله. بس كافكار كتمثيل كان في مبالغات تمام كتير، بس احنا كنا بنحبها وقتها. اوكي. ف يستحق التكريم جدا جدا جدا. بس لو هقيم الجوده ككل هديله 7. يعني كجوده يعني خلينا نقول الباكج تمام. يعني جوده الانتاج مش جوده العمل كفكره يعني. تمام. حلو جدا. نخش في اللي بعده. نور الشريف من ايقونات الدراما في رمضان، ولما نزل الدالي واحد عمل انقلاب في الشارع المصري، وكانت مفاجاه كبيره. فاكر الصدى ده ايه وتاثيره؟ هو الصدى ده كان عليا انا شخصيا. يعني انا كنت مسافر، وكنت من عاداتي ان انا اشوف التترات واشوف الجواب بيبان من عنوانه ولا لا. فشفت تتر الدالي واللي حصل صدمت تمام. ما استوعبتش ايه اللي بيحصل. توقعات الناس كلها ان المسلسل ده هيفشل تمام، وما ما 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 كانوش مستوعبين. خلصت الحلقه الاولى لقيت الشارع كله بيتكلم عنه. يعني فلا يعني صدى كان فظيع، فضل مسمع طول رمضان. الناس مشدوده ومتاثره. فهقيم النجاح بتاع الدالي
هديله 9 بس علشان خاطر يمكن ممكن تكون ناس ما تفاعلتش مع الزمن ده شويه. كنت لسه اسالك، يعني هل المسلسلات شبه دي بتعيش؟ هي مش قابله لاعاده المشاهده كتير، يعني هي مش قابله لاعاده المشاهده كتير للامانه، يعني موجوده وايقونيه و بس هي دراما تقيله في الاول وفي الاخر، بس خلاص وانس ان هو اكتشف السر تمام، ومين القاتل ومين اللي عمل فيه كده خلاص يعني الموضوع بيفقد بس لا يغني ان المسلسل انت لو اتفرجت عليه تاني هتستمتع تمام. هي هتفقد حته اللغز ديت، بس التفاصيل كتير قوي في المسلسل يعني، واداءات وحوار كان جيد جدا، فلا يعني ك ك كنجاح هديله 9. تمام. تتر كامل العدد كان بسيط وغناه مصطفى حجاج وما اتغيرش على مدى ال3 أجزاء. تفتكر خدوا القرار ده ليه؟ عشان ارتباط الناس، يعني اعتقد ان هو هم عملوا اغاني، يعني هو كل جزء كان بيبقى ليه قفله باغنيه مظبوط، وكل جزء بيبقى فيه يعني اغنيه احلى من اللي قبلها. بالظبط، يعني انا حبيت اغنيه اليسا بتاعت هنغني كمان وكمان. هنغني كمان وكمان من لما اتعملت في كانت العالي، يعني انا بحب اليسا جدا، بس يعني حبيت الاغنيه دي ايقونت انها اغنيه حلوه لما اتغنت في كامل العدد. هم كانوا بيعملوا اغاني تسويقيه يعني للمسلسل، بس هم فضلوا محافظين على التتر اللي هو برضو كان بيوصل المسج بطريقه بسيطه ما فيهوش اي فزلكه، كان كلمات كان كلمات من القيعي من عدل القيعي. ويعني برضو كانت من الحاجات الحلوه، بس مش تتر فظيع، يعني ما في الاخر زي ما بقول لك هم بيأدي الغرض بيأدي الغرض لطيف وبسيط، وهو جرافيك لطيف، ما كانش تتر فظيع. فلو هقيم التتر اديله 7 مثلا. تمام، حلو جدا. نخش في اللي بعده. قربنا على الانتهاء. فين طيب؟ اروح فين؟ ايوه، لا ايوه، خلاص اروح فين؟ أوبا. موجة حرة، تتر موجة حرة كان مزيكا وكان فيه وكان بسيط. تفتكر كان من تأليف مين؟ مزيكا التتر بتاعت موجة حرة كانت لا الوطفة اعتقد. مظبوط. وكان هو محمد ياسين بيحب يتعامل معاه قوي، يعني هو كل مسلسلاته اعتقد كانت هي اللي يعني عامله الموسيقى التصويريه فيها، بس ما فيهوش كلام كتير يتقال، هو برضو كان بيوصف الحاله وكانت معبره، بس موسيقى المسلسل كانت مع الاحداث كانت جميله جدا، بس التتر نفسه ما فيهوش كلام كتير يتقال. يعني كان ممكن يبقى احلى من كده شويه، كان ممكن، بس رغم ان افتتاحيه المسلسل التتر سوري بالاسم بالمزيكا انا بحبها، بس هي دخلت احنا دايما عشان متعودين برضو في الدراما المصريه بالظبط على التتر الايقوني ده، اللي هو يخش يشدك ويعلم معاك بالظبط. التيمه بتاعت الموسيقى التصويريه الهاديه والجرافيك البسيط اللي هو الموسيقى اللي رتمها بسيط دي جديده شويه. احنا زمان يعني احنا مدرسه ياسر عبد الرحمن تمام، يعني الموسيقار الكبير هو كان بيعمل الحنين وكان بيعمل العالي وكان بيعمل كل حاجه، بس هو بيعمل الملحمي، يعني هو دايما يعني كان بيعمل التترات ملحميه. مظبوط. وفي رمضان ده على فكره، يعني في رمضان ده عامل تتر حاجه لمصر، يعني هو عامل الموسيقى التصويريه بتاعت والتتر بتاع راس الافعى، بس في الاخر ما اعرفش يعني سمعتها ولا لا. في اغنيه اسمها مصر يا بلادي، برضو اغنيه فيها روح زمان بيغنيها ياسر عبد الرحمن وبيغنيها علي الحجار، اغنيه حلوه جدا. اوكي. في تتر النهايه بتاعت راس الافعى محتاجين نركز فيه. يعني احنا لسه يعني بنشد حيلنا في رمضان ده نشوف الدنيا. لا يعني تقييمي هنا هديله 6. تمام لان هو كان بسيط يعني.
ازاي قدروا صناع مسلسل زي يوميات زوج معاصر انهم يعملوا مسلسل كوميدي حلقات منفصله متصله ويحافظوا على تماسك اغلب الحلقات وما تحسش بيها بالملل؟ عبقرة جمال. السر في الصنعه. شيرين عادل. يعني لا شيرين عادل والتفاصيل اللي كان كاتبها، اللي كان كاتب مسلسل غالبا الكاتب اسمه محمود الطوخي وهو يعني هو مالوش اعمال كتير. ملوش اعمال كتير. انا مش فاكر، تقريبا هو اللي كتب من غير ميعاد لاشرف برضو اعتقد هنتاكد برضو، بس اعتقد يعني مسلسل من غير ميعاد على فكره مسلسل مهدور حقه. يعني مسلسل من غير ميعاد ده مسلسل جميل جدا. والدويتو بتاع طلعت زكريا واشرف عبد الباقي كان جميل، حتى ريهام عبد الغفور كانت كويسه. يعني هو كانت لسه في بداياتها ولسه عندها خجل البدايات، تمام، بس كانت للامانه كانت كويسه وفت في الدور وجميله، يعني خفيفه مع خفه المسلسل يعني. صح. فلا يعني هنا السر في الصنعه وشطاره شيرين عادل هي لا من غير ميعاد فداء الشندويلي. اوكي. بتلخبط دايما في دي يعني برضه فداء الشندويلي كتب اعمال كوميديه كتير في الدراما، دي حقيقه. فلا يعني تقيمه لنا ازاي؟ اقيم يوميات زوج معاصر من ناحيه الجوده يعني على قد برضو وقته، على قد تفاصيله، يعني هاخد 8 لان هم عدوا بيه بر الامان باقل الامكانيات يعني وانت بتشوفه دلوقتي وعادي ومتفاعل مع مشاكله وبتتفاعل مع الحاجات العاديه اللي كانت بتتقال او الحاجات الغريبه اللي كانت بتتقال، وانت لا يعني في الاخر انت مركز بس مع التفاصيل بتاعت الكاركترز اللي بيقدمها اشرف او روجينا، الافيهات، حلقات بعينها انت ممكن تشوفها وتكررها كتير. يعني كفايه حلقه الاكل. احنا بقى لو هناكل فول يعني يبقى فول بالليه مثلا. طيب احنا كده خلصنا، ناقص بس حاجه واحده في الحلقه، وهي ان احنا نقول لك تقييماتك هتبقى ايه، وترتيب اللحظه اللي انا خايف منها دي، ترتيب من المسلسلات، والمسلسل اللي هتكمل بيه بقيه الحلقات هيبقى ايه هو. طيب تفتكر اول 3 مسلسلات يبقوا ايه؟ الاوائل اول 3 الاول يعني الاول والثاني والثالث توقعاتك هيبقوا ايه؟ كامل العدد واحد منهم. ماشي. كامل العدد واحد منهم، و سوق العصر واحد منهم. ماشي. و مجهر. تمام. طيب. لا اكيد لا انا غلطان، تصدق ممكن اسحب كلامي ولا خلاص؟ طب نسمع. ماشي. هقول لك من المركز السادس مش بعرف يعني المركز السادس مجهر. السادس مجهر اصلا. المركز الخامس يوميات زوج معاصر. اوكي. المركز الرابع سوق العصر. ايه ده انا يعني انا الثلاثه اول 3 وهم هقولهم لك بالترتيب برضو من الثالث للاول. الثالث خلي بالك من زيزي. اوكي. الثاني والاول تقدر تجس مين الثاني ومين الاول؟ دالي الثاني والاول كامل العدد. لكن الحقيقه العكس، كامل العدد المركز الثاني والدالي هو المركز الاول. يا نهار ابيض. فهل تحب لك حق الفيتو لو عايز لا تمام، يعني لو النتيجه دلوقتي ان المسلسل اللي هتكمل بيه بقيه الحلقات الدالي جايب 28 نقطه. اديته 10 من 10 في التتر، 9 من 10 في جوده العمل، و9 من 10 في النجاح الجماهيري والفيدباك. يستحق يعني عامة لو عشان خاطر استاذ نور الشريف فيستحق. شكرا جدا ونورتنا. ميرسي. شكرا.